تساؤلات كتير في انهي افضل بالنسبه للاستثمار، هل الاستثمار في الذهب او الاستثمار في الشهادات والودائع البنكيه ولا الاستثمار العقاري؟ اهلا بيكم، انا احمد مرسي مدير مبيعات بمجموعه شركات المثلث العقاري، والنهارده هنتكلم على انهي اميز بالنسبه لكم في الاستثمار. وما دام اتكلمنا على فكره الاستثمار لازم نتكلم على العوائد. طبعا عوائد يعني ROI Return on Investment، العائد على الاستثمار، والعوائد هتاخدنا لشقين. ROA هي Return on Asset، العائد على الاساس، وROR هو Return on Rental، العائد الايجاري. طيب لو اتكلمنا على فكره العائد من الاساس فهنفرق ما بين الذهب والشهادات البنكيه والاستثمار العقاري كمان. بالنسبه للذهب هي الفكره بتنحصر في حته سعر الذهب، وانا عندي هنا مشكلتين. اول مشكله ان انا عشان اقدر احقق ربحيه او ريتيرن اون انفستمنت من الذهب وعلى الاسيت كمان لازم هيبقى لونج تيرم انفستمنت، استثمار طويل الاجل، وهنا هيبقى عندي مشكله تدوير راس المال. تاني حاجه وهي ان انا مربوط بسعر الذهب، ودي حاجه ابسايد داون، دايما تطلع ودايما تنزل، فتوتالي عندي مشكله معايا. بالنسبه للشهادات والودائع البنكيه خلينا نوضح آلية شغلها. الشهادات هي عباره عن اسيت، عباره عن فلوس ورقيات النهارده بقدمها لبنك معين بيديني على اساسها انترست، فايده. فانا لو حاطط ليتس سي مليون جنيه والفايده مثلا 20%، فانا النهارده بعد سنه معايا 1,200,000 جنيه. وهنا هيتولد لي مشكله واحده بس لازم النهارده نحطها في البلان، وان هي التضخم اللي احنا وصل له كاكزامبل موجود في مصر النهارده وصل لتقريبا 35% او 40%. فالنهارده انا ال 20% اللي انا المفروض كسبانها كانترست على الاسيت بتاعي عندي النهارده مشكله في الاساس نفسه، لان 20% لو نقصناها من 30% هيبقى قيمه فلوسي قلت بنسبه 15% تقريبا. فانا عندي النهارده مشكله مع البنوك. طب نيجي على الاستثمار العقاري. بالنسبه للاستثمار العقاري فاحنا من 10 سنين فاتوا قدر العقار يحقق نسبه ربحيه اون افريج 500%. يعني النهارده انا عندي الافريج بتاع الربحيه السنويه للاستثمار العقاري كعائد على الاساس في افريج ال 50%. الكلام ده واقعي جدا، ويمكن النهارده اللي كان مشتري عقار من 10 سنين يقدر يكلمنا على البوينت دي كويس قوي. لا مش كده وبس، انا النهارده يميز الاستثمار العقاري عندي حاجه يمكن مش موجوده لا في الذهب ولا الشهادات البنكيه كمان، وهي الROR الريتيرن اون رنتال، العائد الايجاري. النهارده انا مستحيل هاجر ذهب ومستحيل كمان هاجر شهادات البنكيه، بس اقدر اجر عقار. طب احنا لو اتكلمنا كمان على متوسط ربحيتنا الايجاريه من الاستثمار العقاري في قطاع زي القطاع التجاري ممكن يوصل لمتوسط من 25 ل 35% سنويا. فالنهارده لو جيت احسب متوسط الROA والROR اون افريج يوصل ل 80% سنويا كعائد انا هاخده على الاساس، وعائد كمان ايجاري من الاستثمار العقاري. فطبيعي النهارده وانا بفكر في الاستثمار لازم احط الاستثمار العقاري في اول اولويات. سواء ممكن النهارده يكون عندك مشكله امكانيات او ما عندكش مشكله، الاستثمار العقاري لازم دايما يكون هو اول اولوياتكم. يشرفنا طبعا استفساراتكم لو حابين تدوروا على فرصه استثماريه في العقار. دمتم دايما سالمين وفي العقارات فاهمين.